الحاجات دي كلها جبناها بزيرو باوند من تيمو. بس قبل ما نوريكم جبنا ايه، خليني اقول لكم ازاي انتوا كمان تقدروا تعملوا كده. لو انت نيو يوزر ونزلت تيمو وكتبت في السيرش بار الكود ده، هيظهر لك كل الهدايا اللي ممكن تاخدها بزيرو باوند بس مع الكواليفاينج اوردرز اونلي. اول حاجه جبناها هو توستر، بس مش توستر عادي، ده سمارت توستر بيعمل حاجات كتير قوي، مافن، وافل، بيجل، حتى جلوتين فري، ليه مود لوحده. زي ما انتم شايفين كأن ده توستر وده توستر لوحده، فهنعمل هنا وافل وهنعمل هنا توست. هنا وافل وهنا وايت بريد وعايزينه وسط، وكده عملنا وافل وتوست في وقت واحد. ودي بقى فتحت الكان اللي دايما بتسالونا عليها، بس اللي خلانا نجيب دي المره دي مع ان عندنا واحده، ان دي بتتشحن مش ببطاريات. وده بقى التشارجر. تعالوا بقى نجرب. هنحطها كده وندوس هنا، وبكده اتفتحت بكل سهوله. اما الست دي بتاعت الملح والفلفل وبرده الكتريك. نحط الفلفل فيها غطا من تحت عشان الدنيا ما تتبهدلش. احلى ميزه فيها هي ممكن تتشحن من هنا، وكمان ان الستاند ده هو التشارجر بتاعها اصلا، فلما بترجعوها مكانها هي بتتشحن لوحدها. وكمان بتقدروا تتحكموا في حجم الفلفل والملح. ودي بقى جرايندر. اكتر حاجه عجبتنا فيها ان حجمها صغير جدا، بتطحن كل انواع التوابل، وهي اصلا مخصصه للكوفي بينز. وبكده طحنت البن في اقل من 5 ثواني. وده بقى برطمان للسلطه، بس مش برطمان عادي، ده بيتقلب طبق عشان ناكل السلطه بكل سهوله. ده معاه شوكه كمان. ايه ده، دي شوكه حلوه. دي المفروض اسمها سبورك، اللي هي سبون وفورك. اكتشفنا ان معاها كمان سكينه في الجنب. هنفتح الغطا هنلاقي هنا دريسنج كابسول، ولو انتوا خارجين او رايحين الشغل هتحطوا السلطه كده، الدريسنج كده، ولما تجوعوا هتفتحوا كده وتحطوا الدريسنج كده وتغطوا تاني، وبعد ما تقلبوا هنيجي بقى هنا ونفتح وهناكل السلطه بتاعتنا بكل سهوله. وده من اقوى الحاجات النهارده، بيعمل اوت ميلك، صويا ميلك، وامند ميلك، وكمان بلندر. فاحنا قررنا نعمل اوت ميلك، فهننزل بكوبايتين شوفان وننزل بميه لحد 1200 ما نطلعش فوقيها، وهنغطي الغطا. وكده بقى عندنا اوت ميلك في 8 دقايق. قولوا لنا بقى ايه اكتر حاجه عجبتكم فيهم، وما تنسوش تنزلوا الاب، هنسيب لكم اللينك في البايو، واستخدموا الكود.